المصانع البشر هي الزواج يا سيد الرئيس. وأنا أطلب من أي نائب هنا يتزوج 4 نساء عشان يجيب مجاهدين، وأي نائبة هنا تشجع زوجها ليتزوج عشان نجيب مجاهدين، لأنه أعداكم يمكن الواحد يكون عنده 100 ولد. نعم. عنده 100 ولد من أخوانكم الدينكا والنويرة الجنوبيين ديل، أولادهم رجال عندهم أولاد. نحن كل واحد جاب له 200 ولد، مرته قطع معاه وقعد. ده شنو الكلام ده؟ قلت لهم ما بيمشي الكلام ده، ليس من هذا ما من الدين. وربنا سبحانه وتعالى ما صمم الرجل ده لمرة واحدة. الرجل تصميمه كده ما لمرة واحدة. هب انه الطالب يتزوج زميلته عمرهم 20 سنة، بعد 30 سنة بيبقوا 50 سنة. هي بعد ال50 دي ما بتلد، بتقطع. هو بيقطع. لو اصل ربنا خلقك لمرة واحدة كان قطعك معاها وريحنا منك. عشان كده تحل مشاكل الثانيات. ويا جماعة ادخلوا الوزارات دي، الشباب كله اغترب تقريبا. الوزارات دي كلها بنات عمر فاتت 30 ماشيين على 40، أدب ودين وعفة وجمال كله فيهم. يعني حل مشكلة العنوسة في التعدد. قلت لهم سؤالا واضحا، أولادنا يا جماعة، أولادنا بيتزوجوا البنات ديل؟ أولادنا نحن بيتزوجوا البنات القربة لل40 ديل؟ قالوا لا بيتزوجوا نحن. ما تتبادروا من مسؤوليتكم، دي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، أنتم مسؤولين عنها. لا تكتفي بمرة واحدة، وممكن تحل مشكلة دي ومشكلة دي ومشكلة دي. وعندك الإمكانية، عندنا الإمكانيات. العمارات الكبيرة دي كله عمارة فيها مرة واحدة زي الجنية قاعدة. ما ممكن الكلام ده يا أخي. أفتكر السرعة زادت مشكلة الدائري أنت؟ زادت أكثر من اللازم. يا شيخ دفع الله، تتحدث عن مسألة التعدد وأن هناك سعة في الأمور والخير كثير، لكن الواقع يعني الشباب حتى زوجة واحدة لم يتمكن من أن يفي بها، أن يتزوج امرأة واحدة. الظروف الاقتصادية وما أدراك ما الظروف الاقتصادية. ما تقول به هذه الدعوة على مستوى الواقع يصعب تحقيقه. ألم تفكر فيما أقول؟ فكرت في ألم ذلك. تفكر؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولدينها ولجمالها. البنات اللي أنا قلت لكم ديل القروش عندين والعربات عندين والبيع دارات رجال، ما بتسألك من أي إعاشة، بتعيش رقبتها براها. كل الموظفات يعني عاوز الشباب يتزوجوا الغنيات ما كده ما كده. انت عندك واحده قال لي انا دي ذاتي ما قادر اعيشها، قلت له الثانيه دي بتعيشك وتعيش اولادك معك، بس وما داير اخدم. نعمل له شنو؟ خايف بيقول لك الزيت الحار في النخره وما بعرف شنو، والكلام ما عنده اي معنى. واحنا تزوجنا وين الزيت وين جانا؟ اللي تزوج ده كله منو يتجوز زيت حار في النخره؟ يعني هل تعتقد ان المساله بهذا التبسيط؟ يا أخي نحن قبل فترة، قبل ما يدخل علينا التلفزيون والشقة والمرة الثانية ولا لا هذه المسلسلات التي غيرت طبائع الناس. نعم. الرجل يتزوج 2 3 4 ويسكن في بيت واحد، ما في شيء، ما في. أنا جدي عنده 4 نسوان. وأنت؟ أنا حاتم قريب إن شاء الله حاجة في الليل ما أخاف، لكن بس زي اللي واحد عندها قروش.